المنتخب المغربي صمد، ولكن الأداء لم يرقى أبدا إلى المستوى المقبول، دون المتوسط حتى على مستوى امتلاك الكرة، على مستويات عالية جدا، تنافر كبير ما بين صفوف المنتخب المغربي، عدم انسجام واضح. كابتن خليل فديقة في نهاية المطاف اليوم الذي يحسب للمنتخب المغربي أنه خرج سالما من هذه المباراة. حسنا، بالفعل كانت مباراة صعبة بالنسبة لأسود الأطلس. كنا ننتظر أداء أفضل وكنا ننتظر عودتهم في الشوط الثاني ونرفع أداءهم، ولكن طيلة كامل المباراة كانت الأمور معقدة بالنسبة للمنتخب المغربي، ولحسن الحظ أنه كان بالنسبة لي منتخب غينيا الاستوائية لعب اهدار الفرص رغم هذه التسديدات، واعتقد ان المنتخب المغربي على مجمل المباراتين كيف لعبوا وكيف لعب مباراة العودة نحس بخيبة أمل، كنا ننتظر منهم الأفضل، وأعتقد أن بالنسبة لبدو زاكي واللاعبين المهم هو التأهل لدور المجموعات رغم الهزيمة. وأعتقد أن العديد من المنتخبات كانت تتمنى حتى وإن خسرت أن تتأهل، وذلك ما أنجزه المنتخب المغربي اليوم. لا يمكن أن نلوم عليهم فقط على مستوى الأداء والمردود، لأننا نحب المنتخب المغربي، ولكن إذا ما أردنا أن نحلل الاستحقاق فإن المغرب لم يستحق أكثر من هذه الأزمة وتأهلوا مع ذلك. خليل، هذا من واجبنا أن نحلل وأن نشاهد ماذا قدم المنتخب المغربي في هذه المباراة. خرج، قلت وكان سؤالي لك وسنقوله أيضا إلى يوسف شيبو، خرج سالما من هذا الفخ. طبعا وضع نفسه بدو الزكي في وضعية صعبة مع بداية المباراة. صحيح خالد، لحسن حظنا أن ربما واجهنا منتخب ربما شفناها يعني فقد القوة في الشوط الثاني، يعني ظهر التعب ظهر العياء، وبالتالي أثر على أداء اللاعبين في الشوط الثاني يعني المنتخب الغيني. لكن المشكل دائما يبقى خالد أن اختيارات منذ البداية، يعني المجازفة كما قلت، مجازفة بلاعبين أو 3 لاعبين، 5 تغييرات في على تشكيل أساسي للاعب المباراة الأولى. صعب، يعني صعب. نتمنى تكون درس للزاكي مرة أخرى. هنا يعني في دوري المجموعات سنواجه أكيد نواجه منتخبات أقوى من منتخب غينيا، ومثل الأخطاء كيف لاعبين يتلاعبون ب6 لاعبين. صحيح، لكن كما قلت الاختيارات منذ البداية، وبالتالي صحح بعض الشيء الوضع مع دخول قادوري، مع دخول زياش، يعني شفنا الأداء تحسن بعض الشيء، يعني في آخر ربع ساعة ربما بدأ الفريق يستحوذ بعض الشيء على الكرة، بدأ يمرر تمريرات، لكن بالرغم من ذلك أظن أن هناك عمل كبير. لا زلنا نبحث عن فريق قوي، يعني فريق يطمئن الجمهور، يطمئن. هناك عناصر وليس هناك توليفة. كاين عناصر موجودة خالد. المشكلة أن المشكلة عندما تلعب بلاعبين المفروض تعطي فرصة للاعبين يلعبون باستمرار، يعني عدم تغيير. ممكن تغير لاعبين على كل تشكيلة من مباراة لأخرى، لكن تغير 5 لاعبين، تغير طريقة اللعب من مباراة إلى بروح أولا قتالية ما شفناهاش، شفنا ضائعين في وسط الملعب. نعم. المحاولات ولا محاولة شفنا. ممكن تخسر مباراة، ممكن تفوز، لكن أقل شيء تحاول يعني تهدد المرمى. نشوف أشياء جيدة. شفنا دائما أن كرة دائما تقطع في الثلث الأخير من الملعب، يعني الحلول الهجومية غير موجودة. كل لاعب يمسك الكرة يريد أن يعمل الحل الفردي. نعم. سنعود إلى هذا الجانب، وتحدثنا كنا نشاهد المباراة مع بعض، وقلنا بأن حينما تكون الكرة ما بين اللاعبين في الوراء 5 لمسات، حينما يحاولون الهجوم 2 أو 3 وتقطع الكرة. بالطبع كانت هناك تغييرات أيضا للحفاظ على النتيجة. النقاش الذي طلب به يوسف شيبو مع بداية المباراة أو ما بين الشوطين دخل في 6 دقائق الأخيرة. التقى زميل ياسين معراش إلى ياسين معراش في ملعب باتا. شكرا لك زميلي خالد ياسين. مع ردود الافعال بعد المباراه، الفوز صغير لغينيا الاستوائيه، لكن التاهل للمغرب نحو الادوار القادمه. معي ابراهيم النقاش. ابراهيم، اليوم المنتخب المغربي انهزم لكن تاهل، ربما هل انتم غير سعداء بالاداء، خصوصا وان المنتخب المغربي والجماهير المغربيه كانت تنتظر على الاقل تعادل واداء مشرف يعطينا الاطمئنان في الادوار القادمه؟
وصراحه كنا عارفين ان المقابله ما غاديش سهله بحكم الفريق المنتخب الغيني غينيا الاستوائيه، يعني تعرف علينا في الميدان ديالو تيكون قوي. الحمد لله جينا لغينيا الاستوائيه على اساس باش نقلبوا على التاهل، هذا هو اللي الحمد لله تحقق. نتمنى ان شاء الله اننا نستافدوا من الاخطاء اللي طحنا فيهم باش سجلنا الهدف، ونستافدوا منها ان شاء الله في الدورات المقبله ان شاء الله. رساله للجمهور عن المستقبل حتى تزداد الثقه في اللاعبين وهذا المنتخب من طرف المغاربه، ونتاهل اكيد ان شاء الله بسلاسه لكاس افريقيا وكذلك كاس العالم. طبيعه الحال اللجان بحكم الغيابات الوزينه اللي طرات، يعني اللاعبين اللي كانوا مصابين، الحمد لله حققنا المهم في هذا كاس اقصائيات هو اننا نتاهلوا. نتمنى ان شاء الله اننا نفرحوا المغاربه ان شاء الله في الدورات القادمه ان شاء الله بحول الله. شكرا بالتوفيق. اذا خالد ياسين كان هذا اللقاء مع ابراهيم النقاش الذي دخل في اطوار الشوط الثاني، واكيد الثقه وغياب الرضا صراحه من اللاعبين حول ادائهم في هذه المباراه. شكرا لك ياسين معراش. طبعا في هذا اللقاء واذا كان اللاعبون غير راضون عن هذه النتيجه فطبعا هذا مؤشر ايجابي، ان تعرف انك لم تقدم المستوى وتحاول ان ترتقي بمستوى. في هذا الشيء ربما نوع من الشعور بالذنب بان لم يقدموا المباراه المثاليه، كانوا غائبين. أعتقد أن هذا منطقي على هذا المستوى من اللاعب عندما تنجز تعترف بذلك وعندما تخطئ كذلك. وبدو زكي مدرك أنه كان هناك العديد من الأخطاء في هذه المباراة من قبل المنتخب المغربي، وأعتقد أن بداية التغيير يبدأ من الاعتراف بالتقصير من قبل اللاعبين، وإذا التقصير كان على مستوى المباراة وليس المهمة كانت التأهل. إذا من حسن حظ المنتخب المغربي أن المنافس تعرض إلى التعب في الشوط الثاني وأصبحت هجماته عقيمة، ولا يكفي فقط الاعتراف بالذنب، يجب مراجعة هذا الأداء المخيب للآمال. وهنا يبدأ إذن إعادة الأمور إلى نصابها لتقديم مستوى أفضل في المباريات القادمة، وليس الفوز ولكن الإقناع مع الفوز. طبعا تحدثنا عن عجز لاعبي المنتخب المغربي على تمرير الكرة 7-6 مرات 8 مرات. أنت عندما تريد أن تبني هجمات يجب أن تبنيها وأنت تستحوذ على الكرة. الاستحواذ في نهاية الشوط الأول كان 61% مقابل 39. في فترة من الفترات أصبح تقريبا 33 للمغرب و67 لمنتخب غينيا. في نهاية المباراة 63-37. بهذه الطريقة لا يمكن